فاكرين القصة بتاعت الراجل بتاع امبارح اللي دخل عليه المفتش اللي كان بيحاول يا ياخد منه فلوس يا يلبسه قضية اختلاس؟ اللي قلت لكم هيروح يقرأ الفصل التاني من الكتاب اللي احنا شغالين فيه، اللي هو How to Stop Worrying and Start Living لديل كارنيجي. فتح فعلا الفصل التاني اللي قرر ان هو يقراه، ولقى قصة المهندس الامريكي اللي هو ويلز كارير، مخترع التكييفات اللي كلنا بندعي له في الحر اللي احنا فيه ده. ولقى ان ويلز كارير كاتب انه كان شغال على ابحاث لصفقة معينة في الشركة اللي هو شغال فيها، وويلز اكتشف انه الابحاث اللي هو عملها دي غلط، وهيخسر الشركة اللي هو شغال فيها 20,000 دولار. طبعا 20,000 دولار وقتها كانوا رقم مهول جدا. فويلز روح البيت مهموم، والنوم راح من عينه، وبقى مش عارف يعمل ايه. طبعا صاحبنا المدير التنفيذي لشركة الزيت قعد يقول يا ربي، هو انا فاتح الكتاب ده علشان اضيع القلق؟ تيجي انت وتقلقني اكتر بمشكلتك. ولكن صاحبنا ويلز كارير ده قرر انه يعمل 3 خطوات عشان يطلع من الموقف اللي هو فيه. لو انت عايز تعرفهم اعمل فولو بسرعة وتابعني علشان بكرة هنزل لكم باقي الخطوات. باي باي.